مساء الخير عليكم أحلى متابعين في الدنيا. زي ما وعدتكم النهاردة هنزل لكم بفيديو البيتي فور، وده تاني فيديو من نواعم العيد. بتمنى من قلبي انه يعجبكم وان الوصفة تعجبكم واتمنى انكم تعتمدوها. يلا بينا نسمي الله، علشان عايزة اقول لكم اثناء الفيديو على كام تريكاية كده مهمين، اتمنى تستفيدوا منهم. اول حاجة، ده الدقيق بتاعي هو دقيق متعدد الاغراض، وانا هعمل كيلو من الدقيق. طبعا الدقيق لازم ننخله كويس قبل ما نستخدمه. بالنسبة للزبدة، الزبدة بنطلعها من التلاجة وبيكون مقدارها 750 جرام من الزبدة. أما السكر ف 250 جرام، ولازم السكر بتاعنا يا جماعة بعد ما نطحنه ننخله كويس. بعد كده زي ما انتم شايفين هنبتدي نضرب الزبدة بتاعتنا بالمضرب. طبعا لو كان متاح عندنا عجان هيوفر علينا كتير، لكن في حال ان مفيش عجان هنضربها كده، هناخد يعني وقتنا ونضربها كويس زي ما انتم شايفين. هنفضل نضرب في الزبدة بتاعتنا كده بالمضرب بتاعنا لحد ما توصل معانا لقوام كريمي ناعم زي ما هتشوفوا معايا كده بالظبط. بعد كده هننزل عليها بالسكر، وهنبتدي بعد ما ننزل بالسكر نرجع تاني نضربها. عايزة اقول لكم الخطوة دي بتاخد معانا 10 دقايق يا جماعة، لازم نكون صبورين، نريح المضرب شوية ونشتغل شوية لحد ما هنوصل للقوام اللي هتشوفوه. قوام كريمي ناعم جدا، ما فيهوش اي تكتلات، وده عشان نضمن نجاح البيتيفور بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده بلملم الاجناب. دلوقتي هنزل بالبيض، والبيض هو 2 صفار من البيض و2 بيضة كاملة. طبعا عشان البيض الكامل يبقى عامل كده، البيتي فور بتاعنا يبقى ماسك نفسه كده متماسك، والصفار عشان يبقى دايب من جوه. وبنرجع نخفق تاني بيضة بيضة زي ما انتم شايفين. وفي اخر بيضة هننزل بيها يا جماعة، هننزل بعدها ب2 باكت من الفانيليا. ممكن تستخدموا فانيليا باودر او فانيليا سايلة حسب ما انتوا حابين، مفيش فيها مشكلة. وبنضرب تاني لحد ما البيض بتاعنا يختفي تماما، ونوصل للقوام اللي انتوا هتشوفوه ده، قوام كريمي ناعم جدا. في الوقت ده بقى يا جماعة هنبتدي ننزل بالدقيق بتاعنا. وهنا عايزاكم تاخدوا بالكم كويس، اذا كنتوا هتستخدموا الكيس الحلواني مش هتستخدموا الكيلو دقيق. يعني انا الكيلو الدقيق بتاعي سبت منه او فضل منه كوبايه ونص، وده عشان احافظ ان البيتيفور بتاعي يبقى ناعم وسلس كده، اقدر استخدم معاه الكيس. لان البيتيفور لو كانت ناشف معانا او كانت العجينه بتاعتنا متماسكه قوي، هتبقى صعبه جدا ان احنا نستخدمها في الكيس الحلواني. بعد ما بنلمها بالسباتشولا يا جماعة بنبتدي نستخدم ايدينا، واحنا ما بنعجنش، احنا بناخد زي ما انتم شايفين كده باطراف اصابعنا بنلم البيتي فور بتاعنا بس، عشان نتأكد ان مفيش فيه اي يعني بواقي دي ولا اي حاجة. وزي ما انتم شايفين انا اختبرته كده هو جاهز معانا، هاخد منه جزء علشان انزل عليه بالكاكاو الخام. ودلوقتي عايزة اوريكم الاكياس اللي انا استخدمتها. ده الكيس العادي، كيس السيليكون العادي، بجد حلو قوي. لكن ده بجد انا شايفاه اختراع، لانه حلو قوي. بصوا يا جماعه، عاملين مكان كده يثبتوا فيه التيب بتاع اللي احنا بنستخدمه، وده بيسهل علينا كتير جدا. وانا حبيت اوريكم ان الموضوع سهل جدا. بصوا يا دوب كده بنركبه، وطبعا ده بيدينا مساحه ان احنا نقعد نشيل اشكال ونغير اشكال، ما عندناش مشكله بقى في ان احنا نستخدم الكيس ده. بجد حلو قوي قوي قوي. حتى كمان نقدر نستخدم معاه التيب الستانلس لو احنا مش حابين الاشكال او الحاجات اللي هي اللي قبل كده. بالنسبه بقى للاشكال والحاجات دي بقى يا جماعه، دي بترجع لكم انتوا وحسب ذوقكم، تقدروا تختاروا اي اشكال انتوا حابينها. انا عملت اشكال بايديا وعملت اشكال بالكيس الحلواني. آم، طبعا بالنسبه للتسويه، التسويه بتاعتنا من 8 دقائق ل 10 دقائق، مش اكتر من كده. فرن شغال على درجه حراره 160. وزي ما انتم شايفين انا بحاول اوريكم لون البيتي فور بتاعنا طالع عامل ازاي. كمان هوريكم قد ايه البيتي فور بتاعنا دايب جدا، طعمه حلو قوي 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 يا جماعة. انا بتمنى من قلبي انكم تجربوا الوصفة دي، وبتمنى اكتر ان اعرف رأيكم فيها. دي الاشكال اللي انا عملتها بايديا، وده كان فيديو النهاردة اللي بتمنى من قلبي انه يعجبكم. يا ريت يا جماعة اذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايكات كتير، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا في المطبخ مع سنة. وطبعا دايما مستنية دعمكم،
كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.